يا مساء الفل والروايح الحلوة. أوراق الدجاج مش بس للشيش طاووق. النهاردة هقدم لكم وصفتي الخاصة لصينية أوراق الدجاج مع البطاطس مع الصوص اللي هيخلي ريحة بيتكم تحفة والطعم كمان جنان، هيخلي كل اللي يدوقها يسألكم عن الوصفة. يلا بينا نبدأ في الوصفة على طول ونقول المقادير وطريقة التحضير. أول حاجة عندي كمية من أوراق الدجاج المخلية، الكمية زي ما انتم عايزين. هتبلها بملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا مدخنه، وكمان هضيف عليها رشه من زيت الزيتون، وهوزع التتبيله دي على الاوراق كويس. هعمل كده على كل جنب شويه، وممكن كمان تضيفوا توابل فراخ عليها. هنسيب التتبيله دي ساعه، بس الحلو كمان فيها ان انت ممكن تشتغلي فيها على طول بعد ما تتبليها، برضو النتيجه هتكون مبهره. دلوقتي وفي طاسة على النار هنضيف رشة بسيطة بس من الزيت، وهنزل عليها بأوراق الدجاج على الجنب الأولاني، اخليها تاخد صدمة، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني. ولحد هنا انت ممكن تغطوها وتكملوا سواها، تعملوا منها أوراق دجاج مشوية تجنن تجنن بجد. دلوقتي وبعد ما خدت الصدمة هنرفعها من على النار، وفي نفس الطاسة هننزل بزيت ومكعب من الزبدة. هننزل فيهم كمان بمعلقة من الثوم المفروم ونقلبها معاهم. هنهدي النار ونحضر كوباية من الحليب وعليها معلقة كبيرة مليانة من الدقيق. هنزود بعد كده ملح وفلفل اسود ونقلبهم مع بعض كويس على البارد، وضروري ما يبقاش فيها اي حاجة مكلكعة. بعد كده هنرجع ونضيفها ونستمر في التقليب لحد ما القوام يربط معانا ويتقل. دلوقتي بقى علشان نخففه ممكن نزود شوية من الشوربة. انا كان متوفر عندي شوربة فراخ ضفتها، وضفت كمان مكعب من المرقة. اخر حاجة هضيف رشة من البقدونس المفروم، وكده الصوص بقى جاهز معانا. هنرفعه من على النار. دلوقتي ببايركس هنزل بمكعبات من البطاطس، وفوقيها هحط اوراق الدجاج، واي بهريز هتنزل منها هضيفها ليها كمان في الصينية. وفوقيها اخر حاجة هنضيف الصوص اللي احنا عملناه، هنغطيها وهتدخل الفرن نص ساعة وتكون جاهزة. البطاطس هتستوي في الصوص، وكمان الفراخ هتكمل سواها، وبعد كده هنطلعها. هتطلع معاكم البطاطس دايبة، انتوا مش متخيلين قد ايه الصوص ده رهيب مع البطاطس. البطاطس شاربة منه، وكمان هغمسوا فيه الفراخ، هتستمتعوا بطعم مميز. انا سارة هلال، جربوه على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الوصفة دي تعملوا لي لايك وتعملوا لي فولو، وتزوروا الاكاونت بتاعي هتلاقوا فيه وصفات وان شاء الله هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.